انتهى موسم الانتقالات. الزمالك اشترى 4 لعيبه، 2 مدافعين، هشام الدين مصدق، احمد حسام، ولعيب 6 و8 اللي هو محمود جهاد، وجناح يمين برضو اللي هو الشاب التونسي احمد الجفالي. انا صراحه يعني ربما نعمل فيديو يعني تفصيلي عن الصفقات وعن هم متوقع منهم ايه، لكن انا النهارده جاي اتكلم الصراحه عن الخازوق اللي على الناشف اللي اداه كونراد ميشالاك لمجلس اداره نادي الزمالك، اللي انا باعتباري اللي هو مسمار تاني في نعش المجلس ده قصاد الجماهير. اللي انا مش عارف هم عايزين يوصلونا لايه، يوصلوا الجمهور لايه. غضب الناس مستمر من فتره كبيره، من عدم التجديد لزيزو، وبعدين من عدم وجود صفقات اللي زادها طبعا تعاقد الاهلي مع اشرف بن شرقي، لكن هو بقى ايه ختمها بقصه ميشالاك دي. الطبيعي المفروض ان الزمالك كان بيفاوض اجنحه بتلعب ناحيه الشمال، لان هو ده اكتر مركز الزمالك عنده فيه نقص، والكلام من بقى عادل بولبين، كاليب سيري دوت، للراجل موفو كينج اللعيب بتاع سان داونز الجنوب افريقي، والضحاك المغربي، واسامي كتيره 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 اتقالت يعني. والحمد لله ما تعاقدناش مع اي حد فيهم. ليه يا عم ما تعاقدتش وانت كنت عمال تقول لي ان انا بعت عرض البولبينه ب 2.5 مليون دولار وبعدين زودتهم ل 3 مليون دولار، والاختلاف بس كان في نسبه البيع وبتاع، وقعدت تسرح بالناس. ثم جينا امبارح قال لك لا خلاص ده انا بخلص مع الراجل الايفواري دوت. بس بص هي وقفت بس على حاجه بس صغيره قد كده، ان ميشالاك الوحش مرضاش ان هو يفسخ العقد وياخد جزء من فلوسه، فبالتالي هنعمل ايه؟ ما عندناش مكان لاجنبي تاني، فمعلش والله ما عرفناش نجيب الصفقه. الله. بعيدا بقى عن ان هو كان ممكن مثلا ما يجيبش مدافع اجنبي ويجيب مكانه الجناح اللي احنا محتاجينه اكتر، او ما يجيبش الشاب التونسي الجناح اليمين دوت ويجيب جناح شمال اللي احنا محتاجينه اكتر. بعيدا عن القصه ديت يعني، يا عم خلاص انت جبتهم يا راجل. ده امبارح اكتر من صحفي طلع قال لك ان الراجل مقدم شكوى فيك، وان بانتهاء المهله هيفسخ عقده من طرف واحد وهياخد فلوسه برضه، فاتغدى بيه قبل ما يتعشى بيك وارفع اسمه من نفسك وهات لعيب مكانه، وكده كده هياخد فلوسه. انت رفعت اسمه هياخد فلوسه، هو فسخ عقده هياخد فلوسه، فضل مستمر معاك من غير ما يفسخ عقده هياخد فلوسه برضه. فالفلوس اللي انت عمال تهرب منها دي هياخدها كده كده. دي برضه تاني برضه جمهور الزمالك يفسرها ازاي بسلامه نيه. من الاخر انت كنت بتضحك على الناس، انت ما كانش عندك استعداد او ما كانش معاك ان انت تدفع 2.5 ولا 3 مليون دولار في جناح محترم، فقعدت تسرح بالناس وتخلي ميدو وحازم امام يقعدوا يكلموا الناس ويتفاوضوا ويعملوا، وانت في الاخر مقرر ما بينك وما بين نفسك ان انت مش هتعمل ده، ان انت مش هتعمل الصفقه دي، وخدت قصه مشالاك دي حجه. يقوم الراجل عشان انت مش حسن النيه ومش امين ومش واضح مع الناس يفوت لك الاخر يوم انتقالات ويروح فاسخ عقده في اليوم التاني. اهو يا عم اضرب راسك في الحيط. لا جبت جناح، ولا انا استمريت معاك، ولا هتهرب من دفع فلوسي. ده انا هشتكيك وهاخد فلوسي كلها، واحتمال اخد غرامه كمان فوقيها. وانت ما اشتريتش الجناح اللي انت قعدت تضحك على الناس وتسرح على الناس بيه.